مضوا على بياض من غير ما يقروا لا سيناريو ولا يقولوا هناخد كام. 2 وجهين جداد كانوا يعني ايه بدأوا يلمعوا في ذلك الوقت، يعني لمعان كبير جدا. وجات لي بعثة اليابان، سافرت في أول سنة 1980. كنا بنحضر مسلسل صيام صيام مع الله يرحمه صالح مرسي. فكان أنا سافرت بقى شهرين اليابان، ورجعت فلقيت الفكرة اتحرقت. سرقها فكرة إنه يبقى وجه جديد و2 وجهين جداد، يعني راجل وست جداد من وجوه جديدة هيتقدموا وكده. هم نفسهم اللي أنا كنت مختارهم. فلقيت الحكاية اتحرقت، فقلت لا خلاص بقى، مش هيبقوا وجهين جداد، هيبقوا لسه ممثلين ما هم مش لامعين قوي. لا حصلوا ان هم وجه جديد في بطولة لأول مرة، بطولة سينمائية يعني لأول مرة، ولا ان انا جايب نجوم. ففعلا لا خلاص صرفت نظر على الفكرة.